بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هعمل لكم ريفيو جميل على كتاب الأضواء سنة رابعة ابتدائي، والكتاب نازل سعره ب 140. تمام. ونازل معاه كتاب صغير برضو عبارة عن مراجعات واختبارات وإجابات نموذجية للكتاب الكبير. تعالوا نشوف الكتاب في ايه. انا بصراحة هقول لكم اللي عجبني في الكتاب واللي ما عجبنيش. تمام. الأضواء زي ما احنا عارفين بتبقى أسئلته غير مباشرة، وبالنسبة يعني زي حال ابني كده، المدارس اللغات العربي بالنسبة لهم بيبقى فيه مشكلة شوية. فالولاد، أنا جايبة الكتاب لأن هو ده الكتاب اللي يعني أنا جايبة بصراحة السنة دي كتابين زي ما انتوا عارفين. أنا عاملة ريفيو على كتاب تاني. طيب، طريقة شرح الموضوع جميل جدا، وطريقة نص الاستماع بيبقى أصلا نص الاستماع مش موجود في كتاب الوزارة، فنص الاستماع موجود والدنيا جميلة والكلمة ومعناها. ولكن مثلا جزء زي النحو، جزء النحو مش مشروح بتاتا، جايب طريقة علامات الترقيم، ولكن مثلا بعد كده الدرس اللي بعده جزء النحو مش مشروح وجايب لي عليه أسئلة. جايب لي أسئلة جوه، يعني هنا مثلا عايز بيسأل أسئلة عن قواعد نحوية ومش شارحها. فدي حاجة أنا يعني بصراحة مضايقاني في الكتاب. طب أنا لو أنا حابة إن أنا أستعين بالكتاب و يعني يبقى هو ده الكتاب اللي أنا هذاكر بيه، لا. العربي اللي أنا اكتشفته السنة دي إن العربي لسنة رابعة أو لأي سنة محتاج كتاب للنحو، وكتاب يعني شرح النحو، وكتاب بشرح تاني للمادة نفسها. ليه؟ لأن الكتاب ما بيشرحش ازاي، هو جايب نص الاستماع وأسئلة عن النص. طيب فرضا زي ابني كده مثلا ما بيفهمش السؤال عايز ايه، حتى لو في معاني كلمات وحاول يفهمها ويستنبطها من معنى الكلام، بيبقى برضو الموضوع صعب وفيه معضلة بالنسبة لنا، بس هو مش فاهم السؤال معناه ايه. يعني مثلا اقترح حل لإعادة العلماء المهاجرين إلى أرض الوطن. الأسئلة دي لازم هو يفكر فيها، زي ما هو معودنا كتاب الأضواء إن ماشي لازم نتذكر حاجات من نبقى هو قايلها، حاجات نفهمها، حاجات نطبقها، حاجات نحللها، حاجات نقيمها، حاجات فيها جزء إبداع. جزء الإبداع ده اللي كل واحد وخياله. طيب، أنا كولية أمر الموضوع الحل موجود تمام، ولكن أنا عايزة شرح للحاجات دي، الولاد تتمكن من اللغة في الأول. الحاجات دي كلها مش موجودة. طريقة السؤال نفسه تبقى مختلفة بحيث ان الولاد تتعود على الأسئلة. هو ده سؤال الامتحان، هو ده شكل الامتحان، هو ده. بس لا، الكتاب صعب على الولاد، الأسئلة صعبة، شرح القواعد مش موجود. القواعد الإملائية لكن القواعد النحوية ملهاش شرح بتاتا. دور كده في الكتاب يمين شمال، لا مفيش شرح، مفيش شرح لأي حاجة. تمام. جايب تطبيقات على القراءة المتحررة على النص الشعري، جايب نص تاني أو يعني باقي النص تقريبا مش موجود أصلا في المنهج، وهو ده اللي بيجي في الامتحان فعلا، ويجيب نص مش موجود ويقول لي معناه وطلع منه واستخرج وأكمل وماذا يفعل الشاعر وهكذا. طريقة امتحانات الثانوية العامة. تمام. طريقة الأسئلة ما عليهاش اختلاف خالص، ولكن ما فيش برضو القواعد النحوية ما فيهاش شرح. أقسام الكلمة حاجات بسيطة، حاجات بسيطة، وما فيهاش شرح حاجة بسيطة صغيرة، وبعدين في قواعد تانية مش موجودة وعليها أسئلة. هو لا غنى عنه، برضو فيها أسئلة كتير ولكن ما فيش شرح وافي. معتمد ان اللي بيشرح مدرس مش ولي أمر. تمام. أسئلة كتيرة والولاد محتاجة أسئلة كتيرة، وعاجبني إن نوع الأسئلة كتيرة، ولكن لوحده ما ينفعش. لوحده احنا محتاجين يعني ما يبقاش ولي أمر، يبقى مدرس اللي بيشرح المادة. تمام. اهو. وده طبعا يعني في الغالب ما بيبقاش حال أغلب الأسر. اهو. بس بالأسئلة كتيرة جدا وحلوة جدا، مش يعني ما فيهاش جدال، أسئلة حلوة جدا. تمام. طيب، اختبارات الأضواء بعدين اختبار على نص الاستماع.
يعني الاضواء فيه ميزة رهيبة 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 وحلوة برضو. زي ما بقول انا مش بعيب في كتاب وكتاب لا، الأضواء حلوة جدا في أسئلته الكتيرة، في طريقة سرده للأسئلة، في طريقة واقعية الأسئلة بتاعة الامتحان اللي هي الأسئلة اللي بتبقى غير مباشرة. بيجيب نصوص من بره كتيرة. تمام. ولكن أنا أهو بصوا الأسئلة كتيرة جدا كتيرة جدا، يعود الولاد على إنها تحل أسئلة كتير، ولكن الأسئلة أصلا يعني أغلبها مش مفهوم للولاد. تمام. يعني لازم شرح اصلا للاسئله، يعني لازم شرح للدرس باكتر من كده، مش مجرد ان الدرس محطوط ومعاني الكلمات وخلصت، لا. مفيش شرح لاي حاجه، هو اسئله تمارين كتير. الكتاب الصغير بتاعه يعني هو ده لمجرد ان احنا نبقى فاهمين وداخلين نحل كتاب علشان نحل. تمام. الكتاب برضو فيه أسئلة أدبية اللي هي الأدبية المحررة، اللي هي برضو بتيجي في الامتحان طريقة الأسئلة والإجابات وهكذا، والأسئلة عليها أسئلة كتيرة جدا أهو. بعدين مراجعة على شهر مثلا نوفمبر، والمواضيع اللي هياخدوها في شهر نوفمبر. تمام. وأسئلة عليها علشان امتحانات الشهور، الناس اللي بتهتم بامتحانات الشهور. طيب بعد كده القواعد النحوية أسئلة عليها. مفيش شرح للقواعد دي باستفاضة في الكتاب الكبير. نصوص الاستماع. تمام. محافظات مصر كلها، اسماعيلية وهكذا، الامتحانات النهائية. بعدين جايب الإجابات النموذجية للكتاب الصغير والكتاب الكبير. كتاب سعره حلو برضو، يعني معلهوش اختلاف وجميل وكل حاجة، بس ده محتاج معاه مدرس يبقى فاهم وبيشرح. الكتاب سعره 140 مع الكتاب الصغير، محتاج مدرس، يعني محتاج الطفل يبقى فاهم الدرس ومشروح له قبل كده، هو بس مجرد يحل كتدريبات. لكن شرح مش موجود فيه شرح باستفاضة على أي قاعدة نحوية أو درس. الدرس موجود والمعاني موجودة، مفيش شروح تاني في الكتاب. يا رب يكون الريفيو عجبكم. سنة رابعة يعني زيي وزي أي حد الأولياء الأمور بتحتاس أجيب كتاب إيه وأعمل إيه وكده. مش هنعتمد على كتاب واحد، مش هعتمد على الأضواء بس، لا. أنا بقى زي ما أنا عاملة ريفيو على كتاب تاني في القناة، بصوا عليه. محتاجين أكتر من كتاب علشان الولاد تلم بالمادة، والمادة تبقى من الأول متأسسين فيها وعارفين يحلوها. محتاجين كتاب لقواعد نحوية مستقلة بذاتها، ونبقى عارفين الكتاب ده بيحل ايه وبيعمل ايه. وما اعتقدش ان كتاب، يعني انا كنت ببص حتى الاضواء لو منزل كتاب بس نحو، لا ما لقيتش، ما نزلش نحو بس، هو منزل يعني المواد النصوص القراءة ونصوص الدروس اللي موجودة في نصوص الاستماع اللي مش موجودة في كتاب الوزارة، ولكن مفيش شرح القواعد النحوية مستقلة مع ان عليها اسئلة. تمام. علشان كده بقول لكم مش كتاب واحد. الناس اللي معتمدة زي في مذاكرتها الولاد على كتاب خارجي، مش هيبقى كتاب واحد، هيبقى هنلم قاعدة نحوية من هنا، قاعدة نحوية من هنا، أو نجيب كتاب فيه قواعد شرح لقواعد نحوية مستقلة. تمام. ما تنسوش سبسكرايب، اللي عنده آراء مختلفة معايا يقولي في الكومنتات. سبسكرايب، شير لأصحابكم، تابعوا معايا في القناة، هيبقى في شرح نحو سنة رابعة وشرح أغلب الدروس بتاعت سنة رابعة دي علشان نساعد ولادنا. ومعانا كمان في القناة من أول KG 1 لغاية جريد 3 تقريبا أغلب المواد. مع السلامة.